صلى على النبي. فيلمنا بيبدأ في العراق بجندي أمريكي اسمه أوكر، وبنعرف إن هو اتطوع في الجيش وده علشان يجمع مصاريف دراسته في الجامعة، ولكنه لما سافر مع الجيش للعراق كره إن هو بقى جندي وحس إن ده مش مكانه، وبيكون حاسس بالعار وهو بيحارب مع الجيش الأمريكي، وعلشان كده حاول إن هو يقفل باب المدرعة على إيده ويكسرها يمكن ساعتها يطلع من الجيش، ولكن خطته فشلت وإيده اتشرخت بس وحطها في كبيرة وفضل مكمل في الجيش. وبعدها بفترة بنشوفه وهو في منطقة تجمع القوات وبيروح للعيادة وبيفك الجبيرة اللي على ايده وبيمثل ان ايده بتوجعه قدام الدكتور، وبيقول له ان هو مش هيقدر يقاتل بيها، ولكن الدكتور بيكون عارف ان هو بيمثل فبيديله ادوية مسكنة وبيقول له ان هو مش هيعمل له حاجة غير كده. وبنشوف فرقة المدرعات اللي قائدها الرقيب هاربر، وبيكونوا جنود الفرقة متحمسين لانهم هيبدأوا غزو بغداد تاني يوم. وبيوصل اوكر وبيسأله الرقيب هاربر الدكتور قال له ايه، فبيقول له اوكر ان الدكتور قال له ان هو جاهز وان هو مش هيعفيه من القتال، وبكده هيضطر يسافر مع الفرقة في الغزو وهيشارك معاهم، وده على عكس اللي مخبيه جواه لأنه بيكون مش عاوز يشترك في الحرب. وبالليل بيكونوا زمايله في الفرقة متحمسين وبيتكلموا عن مشاركتهم في الحرب وبيعتبروا إنه غزو العراق حاجة تاريخية، وبيركبوا في المدرعات بتاعتهم وبيتحركوا في اتجاه بغداد علشان يبتدي الغزو. وبننتقل بعدها لمنطقة القتال في بغداد وبنشوف فرقة الرقيب هاربر وهي بتتقاتل مع واحد من المقاومة وبيستخبوا ورا المدرعة وما بيكونش عارفين يحددوا مكانه، وبيشكوا ان اللي بيضرب عليهم ده بيضرب من جوه المسجد، ولكن اوكر بيقول لهم ان النار مش جايه من المسجد وبلاش يتسرعوا ويفجروه لانه حاسس ان النار جايه من الفندق اللي هناك. فبيجري اوكر مع زميله شات وسط ضرب النار علشان يطلعوا فوق سطح واحد من المباني ويشوفوا الرصاص جاي منين بالظبط، وبيطلعوا السلم مع الجنود وبيوصلوا للسطح وبيبصوا علشان يحددوا مكان اللي بيضرب نار عليهم، فبيتاكدوا ان هو من الفندق ومش من المسجد وبيبلغوا الفرقه بالكلام ده. وبيتفاجئ اوكر لما بيلاقي شات بيطلب من الدعم يجيبوا طياره ويضربوا قذيفه على الفندق ويفجروه كله، وما بيكونش اوكر شايف ان ده الصح لان الفندق اكيد فيه مدنيين، ولكن شات ما بيهتمش بكلامه وبيقول له ان هم لازم يخلصوا المهمه بتاعتهم ويقضوا على اللي بيضرب النار اللي بيمنع تقدمهم. وفعلا بتيجي الطياره المقاتله وبتضرب قذيفه على الفندق وبتدمره كله، فبيفرح شات وبيقول له ان دي الحرب، وبيرجعوا للمدرعه وبيكملوا تقدمهم وهم فرحانين وبيوصلوا للقصر بتاع صدام حسين بعد ما استولوا عليه. وبنشوف الجنود قاعدين مستريحين في القصر وبيستمتعوا بالحاجات اللي فيه وبيكونوا واخدين راحتهم على الاخر، وبيقعد اوكر لوحده وبيبدا يراجع نفسه وبيكون شايف ان مفيش فايده من الحرب اصلا، وبيكون حاسس بالاحباط من اللي بيعمله كجندي. صلى على النبي. وتعالى نروح للمستقبل بعد 3 شهور، بتكون وقتها القوات الامريكيه قدرت تحتل بغداد وبيكونوا الجنود الامريكان بيتمشوا في البلد بعد ما الوضع استقر وبيتصوروا مع جثه راجل من المقاومه خلصوا عليه وبيحطوه في المدرعه وبيأمروا اوكر ان هو يطلع يركب جنب الجثه، فبيضطر اوكر يركب جنب الجثه رغم ان هو مش عاوز يقرب منها، ولما بتتقفل عليهم المدرعه بيلاقي ان الجثه بتتحرك فبيتخض وبيزعق فيهم لان الجثه بتتحرك، وبيبص على الجثه وبيلاقيها فعلا بتتحرك، ولكنهم بيقولوا له ان هي حركه عصبيه من الجثه علشان درجه الحراره مرتفعه. وفي اليوم ده بيتكلم قائد العمليات مع الرقيب هاربر وبيكلفه بمهمة وهي انه يروح مع فرقته لقرية صغيرة علشان في هجوم حصل هناك على محطة المية اللي فيها، والمضخة اللي بتوزع المية على السكان المحليين اتدمرت، فالمية اتقطعت عن كذا قرية بسبب الموضوع ده، ومهمتهم هي انهم ياخدوا سهريج المية ويوزعوها على السكان المحليين، وكمان لازم يتصرف ويصلح محطة المية في اسرع وقت. وبيكون الرقيب هاربر متعصب من المهمة دي لانه سمع الكل بيقول ان هم خلاص بعد ما اسقطوا النظام في العراق المفروض يرجعوا لامريكا، فليه يتم تكليف فرقته بالمهمة الصغيرة دي، ولكن القائد بيقول له ان دي تعليمات ولازم ينفذها. ولما بيتكلم هاربر مع فرقته وبيبلغهم بيكونوا متضايقين لانهم فرقة قتالية ومش دورهم يوصلوا المية للسكان المحليين، ولكنهم بيضطروا ينفذوا الاوامر وبيتحركوا بالمدرعات وبيستلموا سهريج المية اللي هياخدوه للقرية علشان يوزعوا منه المية، وبيمشوا بالمدرعات مع السهريج علشان يحموه من اي هجمات، وبيوصلوا للمعسكر اللي في القرية وبيكون السكان المحليين متجمعين عند البوابة لان هم عطشانين، فبيوزع المية عليهم من السهريج وبيحصل ازدحام وتدافع وبيحاولوا ينظموهم علشان يوزعوا عليهم المية وبيهددوهم بالأسلحة علشان يتراجعوا. وبعدها بيستقبلهم النقيب صاي اللي هو قائد المعسكر وبيقدم لهم جندي اسمه محمود وبيقول لهم ان هو هينضم لفرقته في مهمة توزيع المية واصلاح المحطة، وبياخدهم للعنبر اللي هيناموا فيه ويحطوا فيه حاجتهم
وتاني يوم بيتحركوا وبيوصلوا لمحطة المية اللي حصل فيها العطل، وعلشان يصلحوا العطل لازم يحفروا ويوصلوا مواسير جديدة، ولكن المشكلة إن هم محتاجين عمال يساعدوهم. فالرقيب هاربر بيقول إن هو هيتصرف ويجيب عمال عراقيين، ولكن مين من السكان المحليين هيقبل إن هو يشتغل معاهم ويتعاون مع الجيش الأمريكي؟ وبتكون دي مشكلة. فبيتحركوا باتجاه القرية المجاورة، ولكن وهم في الطريق بيلاحظوا إن في عربية ماشية وراهم، وبيقلقوا لا يكون فيها حد من المقاومة، فبيوقفوا بالمدرعات وبيأمروا السواق يطلع من عربيته وإيديه فوق، وبيفتشوا أوكر وبيتأكد إن هو مش معاه سلاح، وبيترجم لهم محمود اللي الراجل بيقوله، وبيقول لهم إن هو بيقول إن بنته معاه في العربية وإن هي تعبانة وكان واخدها للمستشفى. وبيفتحوا العربية وبيلاقوا فيها بنته فعلا، وبيكون شات عاوز يعتقله لأنه ممكن يكون من المقاومة، وبيقول إن أفراد المقاومة بيستخدموا أطفالهم كدروع بشرية، فمش لازم ينخدعوا فيهم، والأحسن يعتقلوه ويخلوا القوات تحقق معاه وتتأكد بمعرفتها. ولكن الرقيب هاربر ما بيشوفش إن في داعي لكده، وإن ده راجل عادي وبنته عيانة، وبيؤمر أوكر إن هو يفكه ويخليه يمشي مع بنته، وبيكون عاوز يديله فلوس علشان ياخد بنته العيانة للمستشفى. ولكن الراجل العراقي بيقول إن هو مش محتاج منهم فلوس، وبيركب عربيته علشان يمشي، وبيكملوا في طريقهم بعدها، وبيوصلوا للقرية المجاورة وبيوزعوا المية على السكان. وبيطلب الرقيب هاربر من محمود يترجم لهم كلامه في الميكروفون، ويقول لهم إن هم هيجوا تاني يوم الساعة 10 علشان محتاجين عمال يصلحوا معاهم محطة المية، وهيدفع للعمال دول فلوس كتير. ولكن ما بيكونش باين إن في حد مهتم إن هو يشتغل مع الأمريكان، وكل اللي عايزينه إنهم يملوا الجراكن بتاعتهم بالمية لأن هم عطشانين. وبعدها بترجع الفرقة للمعسكر، وفي اليوم اللي بعده بيروحوا للقرية، ولكن مش بيلاقوا أي حد من العمال، وده طبعا لأن مفيش حد عاوز يشتغل مع الجنود الأمريكان لأن هم بيكرهوهم. وبيستنوا كتير لحد ما بيقرر الرقيب هاربر إن هم يمشوا لأن محدش هيجي، وبتكون حاجتهم للعمال هي المشكلة اللي مش عارفين يحلوها. فبيحاول الرقيب هاربر يتصرف، وبيروح مع النقيب سي يقابلوا الشيخ اللي مسؤول عن القرية، وبيحاولوا يقنعوه يخلي العراقيين يجوا يصلحوا محطة المية بتاعتهم علشان المية ترجع لهم تاني. ولكن الشيخ ما بيكونش طايقهم هو كمان، وبيقول لهم ان محدش من العراقيين بيثق فيهم اصلا، وده لان هم دمروا بلدهم، وبيعرفهم ان اي حد هيساعدهم هيدفع حياته تمن لده، لان المقاومة مش هتسمح لحد يتعاون معاهم. فبيحاولوا يفهموه ان هم عاوزين مصلحتهم علشان المية ترجع لهم تاني. وفي نفس الوقت بيكونوا الجنود بيوزعوا المية من السهريج على الاهالي، وبيجي راجل اسمه قدير وبيقرب من اوكر وبيعرفه بنفسه، وبيقول له ان هو مدير المدرسة الابتدائية اللي في القرية، ومحتاج ان خزان المية اللي في المدرسة يتملي علشان الطلاب. فبيوعدوا اوكر ان هو هيجيب له معاه تاني يوم مية تكفيه ويملي له الخزان. وفي الوقت ده في بيت الشيخ بيكونوا لسه بيحاولوا يقنعوه، ولكن الشيخ بيتعصب وبيقول لهم ان محدش عاوزهم يكونوا موجودين في القرية، وبيقول لهم المقابلة انتهت وبيطردهم من بيته، فبيسيبوه وبيمشوا. واثناء ما هم في الطريق بيتفاجئوا برصاص بيتضرب عليهم، وبيكون في افراد من المقاومة فوق الجبل بيضربوا عليهم، فبينزلوا الجنود بسرعة وبيبدأوا معاهم اطلاق النار، وبيخلوهم يتراجعوا ويهربوا من على الجبل. ولكن بيكتشفوا ان سهريج الميه اتخرم بسبب الرصاص، ومش هيعرفوا يوزعوا الميه على الناس النهارده، فبيرجعوا المعسكر وبيلحموا سهريج الميه. وتاني يوم اثناء ما بيوزعوا الميه على القريه بتضرب عليهم المقاومه نار، فبيستخبوا ورا سهريج الميه وبيضربوا عليهم نار، وبيفضلوا يتبادلوا معاهم اطلاق النار. وبنشوف ان عدد من السكان المحليين ماتوا بالرصاص. وخلال المواجهه بيحاول شات يتنقل لمكان افضل علشان يصوب منه، فبتصيب رصاصه وهو بيجري وبتوقعه، وبيفضل يتضرب على جسمه كذا رصاصه لحد ما بيموت، وما بيقدرش الجنود يعملوا له حاجه. وبعدها المعركه بتخلص، وبيكونوا بالليل في العنبر زعلانين جدا على موت زمايلهم، وبيقولوا ان الموتة اللي ماتها دي ممكن تكون مصير اي حد فيهم. وبيسالوا بعض هم ليه اصلا بيساعدوا الناس دي، وليه المقاومه الوحشه بتضرب عليهم نار مع ان هم بيوزعوا الميه على الناس، وبيحاولوا يصلحوا لهم الميه علشان تشتغل. وبيكونوا زعلانين ومش عاوزين يخرجوا تاني يوم يوزعوا الميه على السكان ويسيبوهم عطشانين علشان يتعلموا من غلطهم. ولكن الرقيب هاربر بيتعصب وبيقول لهم ان هم لازم يلتزموا بالتعليمات اللي جايه لهم وينفذوها، لان هم في الاخر بيعملوا الخير، وبيأمرهم ما يتكلموش في الموضوع ده ويناموا. وتاني يوم بيظهر قادر عند بوابه المعسكر وبينادي على اوكر، وبيقول له ان هو حاسس بالاسف على اللي حصل لهم امبارح في القريه، ولكن المدرسه بتاعته لسه محتاجه ميه علشان الطلاب اللي عنده. وبيكون اوكر متعصب ومش مهتم بيه، وبيقول له قدير ان من غير الميه المدرسه هتتقفل، وان الطلاب ما لهمش ذنب باللي المقاومه بتعمله.
وبيكمل قدير كلامه وبيقول له ان هم كعراقيين عاوزين منهم حاجتين بس: ميه نظيفه يشربوها وانهم يسيبوا بلدهم ويرجعوا. وبيكون اوكر متضايق علشان زميله اللي مات امبارح ومش عاوز يتعاطف مع اي عراقي، وبيسيبه وبيرجع للمدرعه يقعد فيها، ولكنه بيراجع نفسه وبيشوف ان هو لازم يساعد قدير لان هو على اي حال ملوش ذنب في اللي بيحصل، وعلشان كده بيوافق وبيروح للنقيب صي يشرح له الوضع، وبيطلب منه يسمح لهم ياخدوا جراكن ميه للمدرسه اللي في القريه، وبيقول له ان هو هيحاول يقنع قدير يجيب لهم عمال علشان يشتغلوا في تصليح المحطه. وبرغم ان هو مش متاكد من ان هو هيقدر يقنعه ولكن هيحاول، فبيوافق النقيب صي وبيخليه يعمل اللي هو عاوزه طالما مش هيخسروا حاجه. وبيروحوا بالمدرعات للقريه اللي فيها المدرسه وبيسلموهم جراكن الميه، وبيعتذروا القدير ان هما ما جابوش ميه كفايه لان السهريج اتضرب عليه رصاص امبارح في الهجوم واتخرم. وبيطلب منه اوكر ان هو يحاول يقنع سكان القريه يجوا يشتغلوا معاهم علشان الميه ترجع، فبياخدهم قدير على جنب وبيشرح لهم ان سكان القريه خايفين لانهم لو اشتغلوا معاهم المقاومه هتعرف وهتقتلهم، لان المقاومه مش هتسمح لاي حد يشتغل مع الجنود الامريكان حتى لو محتاج فلوس، وبيعتبروا الموضوع ده خيانه. فاوكر بياكد له ان هم مش هيخلوا حد يعرف ان في عمال شغالين معاهم وهيصلحوا المحطه في السر، وبيطلب منه يحاول بس يجيب لهم اي عمال لان دي الطريقه الوحيده اللي هيرجع بيها محطه الميه تشتغل من تاني. فقدير بيوعده ان هو هيحاول يتكلم مع كذا شخص ويجيب لهم عمال، وبيشكروه وبيسيبوا المدرسه وبيمشوا. وتاني يوم الصبح بيشوفوا مجموعه من العمال جايين عند البوابه، فبيروحوا يستقبلوهم وبيلاقوا قدير جايبين لهم اخوه المهندس وكمان عمال تانيين يشتغلوا معاهم، وبيكونوا لازم يفتشوهم الاول علشان يتاكدوا ان هم مش معاهم سلاح او متفجرات، وبيسمحوا لهم يدخلوا. وبتبتدي العمال يشتغلوا مع الجنود في الحفر علشان يوصلوا مواسير الميه، وكل حاجه بتكون ماشيه كويس. وبعدها بيقعدوا الجنود ياكلوا مع العمال، وبيعجب الرقيب هاربر بالاكل العراقي. وبالليل في العنبر بيكونوا الجنود فرحانين وبيحتفلوا لانهم خلاص هيقدروا يصلحوا محطه الميه في خلال كام يوم، وساعتها المهمه هتخلص. ولكن المفاجاه ان العمال ما بيظهروش تاني يوم في المحطه، وبيستغربوا هم ليه ما جوش النهارده. فبيقرروا يروحوا للمدرسه اللي في القريه علشان يقابلوا قدير ويسالوه عن اللي حصل. ولما بيوصلوا للمدرسه بيشوفوا قدير وهو محروق وبيكون متعلق من رجليه على العمود، واللي عمل فيه كده هم المقاومه علشان يكون عبره لاي حد يتعاون مع الجنود الامريكان. وبتكون مرات قدير منهارة على جوزها وبتقعد تدعي على الامريكان لان هم اللي تسببوا في موت جوزها بالطريقه دي. وبيكون اوكر مصدوم ومتاثر. وفي المعسكر لما بيرجعوا بيجي اخو قدير عند البوابه وبيطلب ان هو يتكلم مع اوكر علشان يقول له حاجه، وبياخدوا اوكر عند النقيب صاي. وبنشوف اخو قدير وهو بيتعاون معاهم وبيوريهم على الخريطه مكان المقاومه علشان ينتقم لموت اخوه. وبيكون النقيب صاي متشكك في المعلومات اللي قالها لانها ممكن تكون كمين، ولكن الرقيب هاربر بيقول ان هو حزين على اخوه وان هو عاوز ينتقم من اللي عمله فيه كده، وانهم ما شافوش منه ولا من اخوه قبل كده حاجه وحشه فلازم يثقوا فيه. فبيقرروا يروحوا للبيت اللي فيه المقاومه علشان يعتقلوهم، واذا لازم الامر لازم يقتلوهم. وبيستعدوا للعمليه اللي هينفذوها بالليل، وبيتحركوا بالمدرعات وبيوصلوا للقريه وبيدخلوا شوارعها. وبيخلي الرقيب هاربر المدرعات اللي فيها اوكر تقف عند ناصية الشارع وتراقب الوضع من هناك، وهم بيروحوا بالمدرعات علشان يقبضوا على الإرهابيين. وبيروحوا للبيت اللي متواجدين فيه وبيحس بيهم واحد من المقاومة وهم بيحاولوا يفتحوا الباب فبيهجم عليهم، وبيحصل تبادل لإطلاق النار ما بين الإرهابيين والجنود. والوضع بيكون صعب لأن في مدنيين وستات في البيوت، ولكن الجنود بيقتحموا البيت وبيخلصوا على الأفراد المسلحين اللي فيه وبيقدروا يعتقلوا واحد منهم. وفي نفس الوقت بيتضرب نار على المدرعة اللي فيها اوكر، وبيضربوا نار بشكل عشوائي لانهم مش قادرين يحددوا الضرب جاي منين، وبيطلبوا الدعم يجيلهم. فالرقيب هاربر بيقول لهم يفضلوا في الموقع بتاعهم وهم هيوصلوا لهم وهيساعدوهم. وبتوصل مدرعة تانية علشان تساعدهم، ولكن بينضرب عليها قذيفة RPG وبتولع النار فيها، وبيتحرق الجندي برايتون اللي كان فيها. فبيخرجوه بسرعة من المدرعة وبياخدوه معاهم وبينسحبوا، وبتكون إصابة برايتون كبيرة وبيرجعوا بيه للمعسكر بسرعة. وبتيجي مروحية إخلاء طبي وبتاخد المصابين علشان تنقلهم للمستشفى، وبيكونوا مصدومين لأن زميلهم برايتون اتحرق بشكل كامل. وبيتعصب اوكر وبيهجم على المعتقل اللي هما مسكوه وبيضربه، فبيمسكوه زمايله وبيحاولوا يهدوه، وبيعيط اوكر وهو منهار. وفي اليوم اللي بعده بيصحى اوكر من النوم وبيبص لنفسه في المراية، وفي نفس اليوم بيتفاجئوا لما بيلاقوا اخو قدير جايب معاه مجموعة عمال علشان يشتغلوا معاهم في محطة المية ويكملوا الاصلاح فيها، وده بعد ما الامريكان خدوا له حق اخوه. وبيبتدي العمال يصلحوا المواسير وكل حاجة بتمشي كويس لحد ما بيجي وقت الاكل، وبنشوف واحد من العمال وهو شايل علبة طعام كان جايبها معاه وبيروح بيها للمبنى بتاع محطة المية، وبيحصل انفجار كبير في المكان. وبنعرف ان هو كان جايب معاه قنبلة محلية الصنع
وبتقضي القنبلة دي على روح كذا حد من العمال، وكل الإصلاحات اللي هم عملوها بتنفجر، والكل بيكونوا مصدومين ومش قادرين يستوعبوا ايه اللي بيحصل، فبيطلبوا التعزيزات والإمدادات. وبنشوف أوكر هو تحت تأثير الصدمة وما بيكونش قادر يستوعب إن كل اللي عملوه علشان يصلحوا محطة المية فشل. وبعد كده الفرقة بتسيب القرية بعد ما المهمة فشلت، وبيرجعوا للقصر اللي الجنود موجودة فيه، وبيطلع أوكر لأوضته يستريح ويستحمى. وبعد ساعات بيقف أوكر والراقب هاربر في مكتب قائد العمليات اللي بيكون فخور بيهم، وبيقرر يدي للراقب هاربر 3 أسابيع أجازة، وبيقول له أوكر إن هو خلاص خدمته في الجيش انتهت وهيرجع للحياة المدنية. ولكن أوكر بيقول له إن هو مش عاوز يرجع وعاوز يفضل هنا مع فرقته. وطبعا الكل بيستغرب، وقائد العمليات بيقول له إن هو دوره انتهى في الحرب خلاص. فبيقول له أوكر إن الحرب لسه ما انتهتش وإن هم لازم ينتقموا لزمايله اللي ماتوا. وبيتدخل الراقب هاربر وبيقول إن أوكر لسه متأثر باللي حصل، وإن هو كقائد الفرقة شايف إن أوكر ما عادش عنده حاجة يقدر يقدمها، وبقائه كجندي مش هيفيد بحاجة، فالأفضل إن يتم إعفائه من الخدمة ويرجع تاني لأمريكا. فبيحاول أوكر يعترض لأنه منفعل، فبيتعصب قائد العمليات عليه وبيقول له ما يتكلمش وينصرف وينفذ الأوامر. وبعدها الراقب هاربر بيتكلم مع أوكر وبيحاول يخفف عنه، وبيقول له أوكر إن هم كان ممكن ينجحوا في المهمة وكان ممكن يصلحوا محطة المية لو كانوا اتعاملوا بشكل مختلف مع السكان. فهاربر بيسأله هو ليه بيلوم نفسه على اللي حصل مع إنهم كانوا عاوزين يساعدوهم ويعملوا اللي عليهم ولكن فشلوا. فبيفكر أوكر في كلامه، وبعدها بيخرجوا من القصر وبيروحوا للمطار العسكري، وبيودعهم أوكر قبل ما يركب الطيارة ويرجع لأمريكا. وبيودع أوكر الراقب هاربر وبيسلم عليه لأنه عارف إن هم مش هيشوفوا بعض تاني. وبعدها بيتجه أوكر للطيارة اللي هتاخده لأمريكا، وبيقول لنفسه إن دي كانت الخدمة بتاعته كجندي في العراق، وبيركب الطيارة مع باقي الجنود وبيرجع لأمريكا. وبكده يكون ملخصنا خلص. لايك للفيديو لو عجبك، وصلي على النبي في الكومنتات، واشترك معانا في قناة ملخصات فلامانكو علشان تصلي معانا على النبي وتشوف كل ملخصاتنا الجديدة. وما تنساش تتابع صفحتنا على الفيسبوك والانستا والتيك توك، وصلي على النبي.